قال مراسل شبكة روداو الإعلامية القريب من حدود مدينة كوباني أمس إن اشتباكات متقطعة تستمر داخل أحياء مدينة كوباني بين القوات الكردية ومسلحي تنظيم داعش، وليس هناك أي هجمات عنيفة من قبل أي من الطرفين. وأضاف المراسل إن مسلحي تنظيم داعش قاموا بقصف أحياء مدينة كوباني الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بقذائف الهاون، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة ردت عليه بالأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت معاقل تنظيم داعش في محيط قرية البلور وبرج الراديو في غرب كوباني ومحيط طريق حلب في جنوب كوباني. كما ذكر المراسل إن طائرات التحالف الدولي لم تقصف إلا معقلا لداعش في أحياء شرق كوباني. كما أعلن مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها 5 مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، حيث يلبي بذلك طلب الرئيس باراك أوباما. ويشمل المشروع والذي يحتاج إقراره في مجلس الشيوخ حتى يحال إلى الرئيس لإصداره، تمديدا لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس أوباما، والتي كان الكونغرس أقرها في أيلول لمدة تنتهي الخميس المقبل. وأعلن مجلس النواب عن القروض العسكرية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي طلبها أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش. كما يفيد هذا المشروع بجميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في تشرين الأول عام 2014، والذي أقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119. ويتم توزيع هذه الأموال على 3.4 مليارات دولار لنشر قوات أمريكية في إطار عملية العزم التام، و1.6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية على مدى عامين. يشار إلى أن أوباما كان قد طلب تخصيص مبلغ 5.6 مليار دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليون لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والإنسانية. وبحسب وكالة هوار الأنباء، وقعت مجموعة من مسلحي داعش في كمين نصبته لهم وحدات حماية الشعب في الجبهة الشرقية من كوباني. كما تصدت وحدات الحماية لهجوم تنظيم داعش على الجبهة الجنوبية، قتل فيها 11 مسلحا من التنظيم. هذا ويستمر تبادل إطلاق النار بين وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش في الجبهات الثلاثة من مدينة كوباني. ومن جهة أخرى، أطلق تنظيم داعش 14 قذيفة هاون على المدينة منذ مساء الأمس حتى الآن. كما نفذ طيران التحالف الدولي غارتين على مواقع داعش في مدينة كوباني، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الحرب في سوريا تجاوزت 200,000 قتيل خلال حوالي 4 أعوام. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.